يشكل لوحة هلالية كبيرة في منتهى الجمال، في منتهى الإبداع، في منتهى التنسيق، في منتهى التنظيم. نشاهد ونتابع عندما تصل إلى هنا تشعر جمال في منتهى الروعة، في منتهى الإبداع. الضربة الآن تأتي والصافرة لشوط المباراة في حراسة المرمى كالعادة عبد الله المعيوف. جانج سوهنيو متعب المفرج لكن تصويبه يا رب، مستحيل مستحيل. أي بداية مجنونة يا ناصر. نجومية الفريق قرار يحدده اللاعب وليس مركزه، وليس مركزه. ضربة أولى في الدقيقة الأولى كأسرع هدف في المباريات النهائية. ناصر الدوسري يا مجنون يا مجنون. هل هذه فقرة تابعة للتيفو يا ناصر؟ انظر إلى الضربة، انظر إلى التصويبة. مستحيل القدم اليسرى. يغيب ياسر الشهراني لكن رب ضارة نافعة يا ناصر. اطلقها قوية، استقرت الرغبات الواضحة. البدايات الأولى لسه بدون مقبلات وبدون مقدمات. هدف يبدأ الفرحة. عبد الله المعيوف يحتفل. يا لها من بداية مجنونة، يا لها من ضربة أولى، يا له من نهائي تاليتين أمام استراليا وفيتنام. لكن الآن كرة كورية. حذاري تصويبة يا رب. متابعة. الله الله يا معيوف. هذا تصدي سيذكر بالتأكيد إن توج الهلال بلقبهم. هذه البطولة هدف كان للمصلحة الفريق الكوري، لكن الكرة بتضيع، الكرة بتروح. العارضة أولا وكان بوهانج بالتأكيد يؤشر بأنه قادر على العودة. كانت اللقطة، شوف اللاعب البوسني، شوف هنا التصويبة. الكرة اللي تهيأت قوية. العارضة أولا تسقط لكن المعيوف يقف من جديد. لكن المعيوف جوميز وقف، ما زالت معاه، بيرسل الكرة إلى سالم. الله الله. هناك السقوط. حكم المباراة قريب وهناك الكرة تعود. سالم من بعيد إلى جوميز. الله على الاستلام لكن الكرة بعيدة، الكرة بعيدة يا أسد. انهض انهض يا أسد. إنها ليلة تحتاج إلى المفترسين. اعتماد على الكرات خلف ناصر الدوسري. الله على المعيوف، الله على المعيوف. كرة الآن. الله على المرور من جانب اللاعب بيريرا. يرسل كرة ماريجا. فرصة الثاني بيلعب له كرة يا رب. ما زالت الآن سالم لكن الكرة بتتخلص. يا الله على اللقطة. انظروا عندما يتحرك بيريرا. شوفنا بيريرا إلى موسى ماريجا. هذه السحبة، هذه اللقطة، هذه اللعبة وهذه الكرة من جانب موسى ماريجا وكأن لقطة شبيهة لها. كرة ثابتة عرضية رأسية. المعيوف يتصدى. الكرة كانت في نفس المكان. الكرات الثابتة كادت أن توقف القلوب لكن عبد الله المعيوف يتصدى. سالم الدوسري في كرة مرتدة إلى بيريرا. بيريرا تقدم. بيريرا الكرة معاه. بيرسل كرة بينية وصلت إلى الأسد. الأسد يصوب. ناصر يسقط. حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب. يا لها من فرصة، يا لها من لقطة. فرصة هدف ثاني كانت عن طريق جوميز لكن الكرة تصطدم. انظر إلى بيريرا. هنا التحرك، هنا الصناعة، هنا الاستلام، فتح مساحة. المدافع يضع جسمه في اللقطة الماضية. أليكس جرانت اللاعب الأسترالي المدافع القوي. والكرة تصل مرتدة لمصلحة فريق بوهانج. سلمان الفرج أقرب. طالت الكرة، تحولت الكرة إلى خارج الملعب. رمية تماس، رمية سيطر بيريرا، لف فيها، دار فيها، بيلعب لك كرة ماريجا قوية. الكرة تصطدم. هناك خطأ يشير إليه حكم المباراة وهناك انذار. الكرة اصطدمت. كرت أصفر فيها القريبة جدا، القريبة جدا. ماريجا يتركها، يرسل كرة. الله
ضاعت يا بريرا، ضاعت يا بريرا. تحولت الكرة إلى خارج الملعب، خطيرة لمصلحة الفريق الكوري. حذاري، عدت سلامات، عدت سلامات. شوف عبد الله المعيوف غاضب لأنه يعرف بأن هذه اللقطات التي ينتظرها الفريق الكوري، خاصة الهلال من مسافة بعيدة بيرسل كرة قوية تصطدم، لكن الكرة تعود بعد ذلك من جديد في مكان إلى ناصر الدوسري. هناك جائزة أم حجبت الجائزة كما تشير بعض الأحاديث؟ الكرة الآن في مكان، الله على المرور، الله على التصويب، الله على ماريجا. صاروخ الهلال إذا وصلت لماريجا، وخر عن طريقه، وخر عن طريقه. يلعب دور البطل، يختار الليلة الكبرى، يسجل الهدف الأغلى. الله يا موسى، الله يا موسى. موسى يضرب، الهلال يقترب. لا يعتمدون على لاعب واحد فقط. لا تعرف من أين يأتي الخطر، الخطر والضرب من كل مكان أمام الهلال. عليك مراقبة الجميع. الأسد يصنع، الأسد يصنع، وموسى ماريجا يسجل بهدف ثان. الله يا موسى، يا ماريجا، يا ماريجا. الهلال يسجل الهدف الثاني في الوقت الذي كنا نقول بأن الهلال يستطيع وبأن الهلال ترجع في مكان. تعود الكرة مرة أخرى، بتعدي. حذاري، الله الله. متعب المفرج، حارس آخر، حارس آخر. نعم، يلعب مباراة الآسيوية الأولى دون أن تنتهي الأمر. كرة عرضية رأسية. الهلال مشاهدينا يحافظ على شباكه، يحافظ على شباكه الهلال. الكرة جوميز عدى بريرا. مستحيل، مستحيل يا رباه. وصل إليها جوميز عدى، بيرسل كرة. مستحيل، مستحيل. ضاعت من اللي ما يضيع، ضاعت من الأسد، لكن مجهود كبير. تمريرة وصلت إلى ياسر، بيلعب له كرة في مكان قوية، طمع فيها ياسر الشهراني، ولكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى. الكرة بتتحول الآن في مكان موسى ماريجا. يا رباه. الكرة لمصلحة فريق بوهانغ، البحث عن تقليص الفارق. تصويبه المعيوف بثقة على مرتين الآن، على مرتين الآن. يا لها من لحظات، يا له من تاريخ يا معيوف يكتب في وجودك حارس. عدت الكرة، ما زالت الآن تصويبه، المدافع. انظر إلى الزلزال. ناصر الشمراني الصافرة. تأتي الهلال بطلا لدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة. الهلال يضرب موعدا مع الثامنة الآسيوية لآسيا. ملك واحد اسمه الهلال، سيدها، فارسها، كبيرها، عرابها. اقلب الصفحة إن شئت أو اقرأها، لا لون فيها سوى اللون الأزرق. الله على آسيا، وهي تعلن استسلامها وترفع الراية الزرقاء رفقا بالتاريخ يا زعيم. هذا ما لا طاقة لنا به يا هلال. ليلة بلغت فيها الإثارة ذروتها، أو بوصف أدق زرقتها، زرقتها. الهلال بطلا لدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة، ملكا للقارة الآسيوية. الله على لحظة للتاريخ، الله على ليلة للتاريخ. من يريد قراءة التاريخ عليه أن يفتح كتاب الهلال. الهلال موعدك الدائم مع الفرح، مع الألقاب، مع المتعة، مع الذهب، مع المنصة، مع التاريخ. الليلة ليست إلا تكرارا لليالي الماضية، وليست إلا ليلة
ذكرى للزمن القادم بالنسبة للهلاليين. الله على هذا المنظر، مبروك من الأعماق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان. مبروك للأسرة الرياضية والشارع الرياضي ولكل جماهير المملكة. مبروك لكل العرب من يمثلهم. انتصر أبو ظبي ترحب بالهلال. أهلا بكم في العاصمة أبو ظبي في عالمية أخرى، عالمية جديدة. مبروك من الأعماق للزعيم العالمي، بطولة آسيا ولقبا آخر وذهبا بالتأكيد سيكتب في صفحات التاريخ. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ليلة الكبير الأزرق، ليلة الزعيم الأزرق، ليلة الهلال الكبيرة جدا، ليلة الفرحة الكبرى. انظر إلى الاحتفالات، انظر إلى اللاعبين، انظر إلى فهد المفرج، انظر إلى الدموع، انظر إلى الكابتن سلمان الفرج. مبروك للرئيس فهد بن نافل، مبروك بالتأكيد لكل لاعبي الهلال، لمجلس إدارته، لأعضاء شرفه، لجهاز الفني، لكل جماهير الهلال في كل مكان. آسيا مشاهدينا تعلن استسلامها وترفع الراية الزرقاء بالتأكيد. مشاهدينا متابعينا، الهلال في موعد آسيوي مكتمل في كل شيء، يحقق بصمته ويضع لونه على كل مكان. حظ أوفر للفريق الكوري الجنوبي بوهانغ الذي أتى إلى هنا والذي أراد أن يعود بكاس، لكنها كاسك يا جارديم. اليوم نهاية كل العقد مع الهلال، ستكسر كل عقدك يا جارديم مع الهلال. ستحتفل يا جانك ببطولة آسيوية أخرى. الله على اللقطات واللحظات والأوقات التي تسبق الاحتفال الكبير بالتتويج مشاهدينا، والليلة التي ستليها ليالي من الأفراح والاحتفالات الكبرى. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ننتقل إلى